حلمنا نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشناه. نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحياه. السلام عليكم ومرحبا بكم حبيباتي وحبيبات قلبي. راني طولت عليكم هذه المره، بديت لكم بلا فيديو في هذا الدفتر المدفون اللي ندفن فيه جميع مهاراتي. كما راكم تشوفوا الرسم يعني عادي، نبغي هكا نفوت به الوقت نبغي نبدا بهذا الدفتر تاعي حبيباتي، نكتب كل شيء باش اليوم تاعي يفوت منظم. كما قلت لكم صحاباتي راني طولت عليكم من الغيبه هذه المره. اذا كنتوا من مشتركاتي نقول لكم مرحبا بكم وتوحشتكم، توحش لي كومونتير تاعكم الحلوين اللي كيما كيفكم. واذا كنت جديده معايا ما تنسيش ديري لي جيم وابوني كومونتير شباب وعسل وسكر كيما كيفكم. نبدو بالروتين تاعنا مباشره. اولا البنات طولت الغيبه، ما بغيتش نجيكم كيما ها بروتين عادي، بغيت نجيب لكم كاش موضوع ولا كاش حاجه تستفادوا منها، يعني ماشي نقعد ندير لكم في الروتين ويعني اشياء يعني هكا ما فيهاش فائده ليكم. كما تعرفوا انايا عندي واحد الاخر كما هكا نبغي نشارك مواضيع معاكم، واذا عجبتكم هذه الفكره ما تنسوش تقولوا لي عليها ونولي دائما نشارك معاكم هذه المواضيع. نبدو بسم الله على بركه الله، نبدو بالروتين تاعنا وبالموضوع تاعنا. كما راكم تشوفوا حبيباتي هنايا بديت عفوا حبيباتي قلت لكم بديت بلا كوافيز، رغويتها ما كاش عندي البرودوي تاع الزاج، اي رغويتها ومسحتها يعني عادي كيما موالف نديرو بكري. صحاباتي بغيت هنايا نقول لكم على واحد الموضوع، بغيت نبدا لكم فيه الروتين راه يتمشى تبعوه، ونبدا لكم بالموضوع اللي جيتكم به في هذا لا فيديو. كاين يعني اصناف من الناس اللي كاين واللي هي 3 اصناف. كاين اللي عندهم التعلق بالله واللي هو الخالق، والتعلق بالخلق، يعني كاين فرق كبير. نبدو باللي عندهم تعلق بالخلق، يعني كيما نقولوا مثلا تحتاجي وحده كي تحتاجيها راكي غادي تنزلي من عينها، تقول لك هذه كنت نشوفها في هذيك المكانه ودروك ما راهيش فيها، تنزلي من عينيها. والناس ما على بالهمش شخصك يعني في حياتك وما يقدروش يعاونوك، واذا على بالهم شخصك ما يقدروش، واذا قدروا ما يبغيش هكا ما خاطره ما يبغيش يعاونك. احنا كناس كيما هاو كخلق يعني جايين ضعاف، وكاين بزاف اللي ما يبغولكش الخير، وكاين بزاف زعما اللي يشوفوا الحاله تاعك قلت لكم ويقدروا وما يبغوش يساعدوك. والصنف الثاني واللي هو التعلق بالله واللي هو الخالق، بينما كاين اللي عندهم تعلق بالخلق، بينما الله يعلم مصالحك، يعلم شخصك ويقدر عليها، ولا وهو القادر ويريدها ويعطيها لك رحمة منه وفضلا ليس لحاجة. ربي سبحانه ما خصه منا والو غير نكونوا يعني في الطريق المستقيم، يعني يبغي يمدنا ويكون رحيم علينا وفضلا يعني. والحمد لله على نعمة الإسلام تاني في هذا الموضوع. وحنايا كبشر كاع محتاجون حبيباتي، ما كانش اللي ماشي محتاج والحمد لله. وكاين كيما قلت لكم 3 اصناف، كاين الظالم والعادل والمحسن. نبدو بالظالم. الظالم اللي ياخذ حاجته منك وما يعطيكش يعني واش خصك، كيما نقولوا تقولي لهداك يعيط لك تقضي له الحاجه تاعه، بصح انت كنت عيطي له قادر كاع ما يردش عليك ولا ما يقضيها لكش، الا وهو هذا الظالم. وكاين العادل، تعطيني ونعطيك يعني من عندي ومن عندك كيما نقولوا بالدارجه تاعنا، يعني هذا هو اللي يقولوا له العادل، يعني يقضي له الحاجه اللي خاصته، وكذلك يجي النهار وتحتاجيه ويقضي لك هذيك الصالحه اللي خاصتك. وكاين المحسن واللي هو الصنف الثالث، يعطيك وما يقارعش منك مقابل، يعني من غير مصلحه، ما يقارعش منك كاش حاجه، يعني ما يقارعش يعني تاني هو يقولك على حاجه وتقضيها له.
واللي هي المصلحة تاعه الكبرى الإحسان والأجر إلى الله، يعني يدي الآخرة تاعه، هذا راه يخمم في الآخرة تاعه ماشي يخمم كامل في الدنيا. الخلل هنايا بين هادو 3 أصناف أنك تكون الظالم. يعني كي تكون الظالم هنايا لازم تراجع نفسك، ويعني كما نقولوا الإنسان اللي بروفيتي من الناس لازم تراجع نفسك وما راكش في الطريق يعني الصحيح. وكاع العلاقات يعني مبنية على الأخذ والحاجة، كاع العلاقات بالفطرة من عند ربي سبحانه. هاكا كيما نقولوا راكي مع ولدك الصغير ولا كيما هاكا تعطيه وتبغيه يمدلك هذيك القرعة تاع الماء، ولا هاكا مبنية على الأخذ والعطاء. وكاين بزاف يعني ما ماركيتوش باللي اللي يلبي الاحتياجات تاعنا هو اللي نبغوه بزاف. يعني تقولي كيما نقولوا عندك بنات خالاتك ولا حاجه، كاين واحده فيهم اللي تلبي لك الاحتياجات تاعك ودائما واقفه معاك وتحسيها تراعي لك ودير دائما تقولي هذيك انا نبغيها اكثر منهم. علاش؟ خاطرها تلبي لك في الاحتياجات تاعك، وهذاك هو شيء يبغي الانسان. والعطاء يعني واللي هي الصدقه ولا اي مفهوم اخر، العطاء الاكبر هو اخذ للنفس واخرتك. يعني كي تعطي حاجه لواحد ما تقارعيش منه حبيبتي، ما تقارعيش منه مقابل. يعني كي ما تقارعيش مقابل راكي تدي اكبر اخذ راكي تديه انتيا، واللي هي لنفسك في الدنيا وتقرب من الله، والاخره تاعك غادي تسجلي عمل صالح. وكاين اللي تجيه الزكاة لعند باب داره ويردها. نعم كاين بزاف، كيما نقولوا مثلا جاتك ضيفه وتقولي هذه جابها عندي اليوم، راها جايه غير باش تاكل ولا غير باش تريح ولا غير باش هاكا، ولا ما تحسيش كاع شي يجي في راسنا. وكامل مرينا بهذه الحاله حبيباتي، ولكن الواحد كي ينصح نفسه وبالاخص التغيير يبدا من الداخل تاعنا حبيبتي. كي تكوني انت مقتنعه بلي كي بتغيري هاكا تستجمعي الطاقه الايجابيه، يعني والله غير تولي حياتك ما شاء الله. قلت لكم حبيباتي تقولي هذه شجابها عندي ومنا لا، مرحبا بيك، كاع ما راكيش قاعده مرحبا بيك، حطي لها واش كتب الله واش عطاك الله في هذاك النهار، اعطيها تاكل على بالك بلا جايه تاكل، اعطيها تاكل وخليها تروح. اذا كانت هي نيتها صالحه غادي بحالك ما عندها حاجه، واذا كانت نيتها سيئه يعني ربي هو اللي يحاسب ماشي حنا اللي يحاسبوا، حنايا مجرد بشر يعني كيفنا وكيف الناس كامل عفوا كيفنا كيما الناس يعني كامل. وكيما نقولوا بالمختصر، وكاين تاني واحد الموضوع، وكاين كل ما زادت مهاراتك في هذه الحياه كيما نقولوا راكي طبيبه وراكي تخيطي وراكي منا وراكي عندك شحال من حاجه، زادت حاجه الناس ليك وزاد استغنائك عن الناس. وهنايا كل ما انتفع الناس منك زاد اهتمامهم بك. يعني هذه هي كاين اللي كل ما ينتفعوا الناس منك كل ما زاد اهتمامهم بيك وقل يعني وزاد استغنائك عن الناس، يعني فرق كبير وحاجة زينة. وكل ما كذلك كل ما قلت مهاراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغناء الناس عنك. يعني هذه نتمنى تكونوا فهمتوا هذا المصطلح، يعني عميق بزاف، وكي تفهميه بزاف صوالح. وكاين فرق بين العلاقة والتعلق. كاين اللي يبني علاقة وكاين اللي عنده تعلق، يعني علاقة هي صحية وتعلق مرض. كاين اللي بزاف في حياتهم يليق لهم بزاف، يعني يراجعوا الحياة تاعهم. نقولك حبيبتي رانا في فصل الصيف يعني الازدهار، ما كاش مشكل اذا ما تحوسيش ما تخرجيش، غيري من حياتك غيري من علاقاتك. يعني اذا كان غيري من الجمايع اللي قيل والقال واللي تعطيك الطاقة السلبية، حاولي تغيري منهم. يعني اذا كانوا بعاد يعني راكي تستغني عنهم، واذا كانوا قراب ليك تاني يعني تنجمي غير بشويه، يعني كاينه وما كايناش. يعني لازم تغيروا حبيباتي. انا كيما راني باغا انا نتغير، راني باغا حبيبات قلبي يكونوا تاني يتغيروا وينوضوا مع رواحهم. وكما قلت لكم اذا تحولت العلاقه الى تعلق قصرت.
علاقه صورات كاينه انت تقول لي كاينه متعلقه بها بزاف ومتعلقه بهذيك الفتاه ومتعلقه بصاحبتها، ما تبغيهاش تهضر مع هذه وما تبغيهاش يعني لازم غير ليها صاحبتها، غير ليها وحدها، غادي تولي العلاقه متعبه متعبه جدا، وتتحول هذيك المحبه الى كراهيه. هذا هو قانون في المشاعر. اذا كثرتي من التعلق تاعك في انسان واتعبتيه جدا، غادي يولي يكرهك، تتحول المحبه الى كراهيه. بالمختصر ومالتالي كاين اللي متعلقه بالزوج تاعها بزاف، متعلقه تعلق يعني كارثي، يعني ما تخرجش ما تدخلش وين كنت، كل تليفون واه علاه درت، راني معاك، يعني رانا في وقت تخافي منها على الزوج تاعك وتخافي على العائله تاعك، بصح ماشي كيما هكا. فرق بين العلاقه والتعلق. العلاقه انك تعيط للزوج تاعك بغيت تسقسي عليك منا نورمال، والتعلق حبيباتي انك تخنقيه يعني بالحياه ويولي كاره، يعني كاع الابيل تاعك يكرهها باش تدخل. وبالمختصر حبيباتي هنايا بغيت نقول لكم ايفيتوا العلاقات السامه، يعني بعدوا على اللي يدخلوا فيكم الطاقه السلبيه وما يحاولوش يعني يفهموكم ولا يديروا لكم الطاقه الايجابيه في حياتكم، ولا ما عندكمش نفع منهم، ويعني تحسوهم راهم يستنزفوا في الطاقه تاعكم. كاين بزاف راهم يعني معانا كاين اللي يستنزف الطاقه تاعك الايجابيه حتى تولي انت مكتئبه وتولي في حاجه واحده اخرى. لذلك حبيبتي بالمختصر ان شاء الله نتمنى الموضوع يكون عجبكم. يعني عندي بزاف مواضيع، اذا بغيتوا اي موضوع ولا اي نصائح، يعني انا كيفي كيفكم، بس اكيد يعني راي واحد يختلف عن الراي الاخر، قولوا لي نحكي لكم على كاش مواضيع ونتشاوروا عليهم في لي كومونتير. هذه حاجه جديده بغيت ندخلها في يعني في لي فيديو تاوعي باش تستفادوا، انا نستفاد تاني منكم في لي كومونتير. قولوا لي يعني هكا، قولوا لي التجارب تاعكم مع هاد الناس السامه ولا مع الناس طيبه. اكيد كاين بزاف كيما كاين ناس ما تبغيكش الخير، كاين بزاف ناس يبغوا لك الخير ويبغوك. كاين اللي هكا من عند ربي لو ماركيتوش، كاين اللي من عند ربي ما تعرفيه ما والو، تجمعوا في جماعه تولي تبغيه هكا من عند ربي سبحانه، وهذيك هي الفطره تاع الانسان. كما قلت لكم حاولوا نناقشوا هذا الموضوع في لي كومونتير وقولوا لي رايكم بهذه الفكره، اذا يعني نولي نديرها لكم ولا ما عجبتكمش تاني نقولوا لي. اكيد رايكم يهمني بزاف لانكم انتوما اللي راكم تفرجوا في لي فيديو، وانتوما اللي راكم يعني تشوفوا في لا فيديو باش تستفادوا منه. هنا نولي للروتين تاعي حبيبتي. كما شفتوا ستفت كل شيء، ستفت الثلاجه تاعي، يعني كان خصها تنظيف، يعني شتو كي تنظفوا الثلاجه تحسوا بالراحه. وهنا هي بغيت ندخل واحد العاده للروتين تاعي واللي هي عاده صحيه، واللي هو مشروب مائي صحي. كما راكم تشوفوا ماء منكه، يعني انا كان عندي الخيار، باللي عندك في الدار ماشي شرط يعني خيار ولا والسيترون، يعني اذا بغيتوا ثاني في الروتينات تاعي نوريكم كل خطره باش نكهوه. هنا هي جبت الخيار وجبت السيترون، يعني قلعت منها غير شويه تاع القشور، وجبت هذاك الليم درته تاني شرائح ودرته في هذيك القرعه وضفت عليها ماء بارد. يعني هنا كما راكم تشوفوا كي خويت هذيك القرعه ايا جبتها تاني، هي شفت باقي لي الخيار وكاع درت زوج قروع باش ما نعزش. يعني كما رانا في فصل الصيف رانا نشربوا الماء بزاف، ويليق لنا نشربوا الماء بزاف، يليق تحتموا على رواحكم باش البشره تاعكم ما توليش جافه. واكيد يعني ما يجوكمش الحبوب وما يجوكمش بزاف صوالح. وهذا هذا الخيار والليم يعني مفيدين جدا للمصارين. وهنا هذيك النص خيار اللي بقات لي نديرها في الكونجيلاتور، وساعه على ساعه نديرها في الوجه تاعي، يعني كل هكا كل خطره في النهار نديرها في الوجه تاعي، ونقطع هذيك شويه اللي درت بها الوجه تاعي اكيد نرميها. وهنايا كنخصني هذاك البرودوي تاع الزاج، يعني قلت للزوج تاعي وقلت له جيب لي الاومو، يعني كنت باغا القش وكاع. ايا والغريزيل، انا الغريزيل هذا نبغيه بزاف، يعني هذا الغريزيل المفضل عندي في كاع يعني هذوك الروائح تاع امير يعجبني بزاف. رائحه الربيع ولا مش عارف كيسموه. واكيد الثلاجه ما ننسوش نرغوها من برا بعد ما نقيتها، يعني الحمد لله كي تنقي الثلاجه تاعك تحسي بالراحه في هذيك الكوزينه، يعني وتحسي
اكيد كتحلي الثلاجه تحسي روحك هكا يعني تقعدي غير منظمتها. رويتها من برا مليح مليح وروحت كان عندي واحد الطابي يعني اعزكم الله كان موسخ، كان فيه شحال يعني غير ديسيت هذوك غدوه انا غسله غدوه انا غسله، راكم عارفين الحياه والوقت يفوت. يعني كل خطره راه عندي واحد زوج كوفيرتور ولا ثلاثه مسخين بغيت نغسلهم، يعني قلت نتحدى نفسي كل يوم نغسل واحده. يعني في روتينات جايين غادي كل يوم تشوفوني نغسل في وحده. هنايا غسلت بديت بتاع بنتي يعني من رقيقه وهذا الطابي من رقيق بديت بيهم، يعني كنت عيانه كما شفتوا الروتين تاعي كان طويل وكان متعب. يعني قلت ندير هكا فقط. وهذيك النبته تاعي يعني القطه تاعي راهم يعضوها، يعني راها قريبه تموت، بقات لي غير هذيك وراها قريبه تموت. وبعد ما كملت ودرتهم يقطروا وشللتهم مليح ودرت قطره تاع لو جافير في هذيك الكوفرتور باش تقعد ريحتها زينه. جبت الكريزير وجوزت كيما هكا يعني بالجفافه، جوزت على كاع الدار، يعني لا شامبر تاعي الكولوار الصاله يعني من هيك كل شيء نقيته باش يعني كي تكملوا عاد تحسوا بهذيك الراحه. يعني وهنايا الروتين تاعي كان طويل بزاف لاني شاركت معكم يومي الكامل. ومين بغيت نهضر لكم على هذاك الموضوع قلت معليش نتمنى يعني نكون خفيفه على قلبكم. هنا كبيت هذا الكاس بارد وشربته والحمد لله. يعني اكيد كنا شوفوا هنا هذيك النبته بغيت نوريها لكم، شوفوا كيفاش ولت. بعد ما كملت قلت لكم حبيباتي جبت هذيك درت بيتزا كاري، يعني ما شاركتش معكم. اذا تبغوا نشارك معكم الوصفه اكيد قولوا لي وانا نشاركها معكم. كما راكم تشوفوا شربت هذاك الكاس تاع الماء، يعني درت شويه استراحه. عفوا حبيباتي كانوا عيطوا لي. كما راكم تشوفوا قلت لكم كليت هذا البيتزا كاري يعني قطن. اذا تبغوا نشارك معكم الوصفه بالتفصيل راني مصورتها، قولوا لي نشاركها معكم في الفيديو القادم. وهنايا جبت بغيت نبدا في الحشا تاعي. كانت الوالده تاعي عيطت لي يعني وكان يعني هي صراحه قالت لي قولي الزوج يعني غسلته باه يجيب لهم من برا البيتزا، فانا قلت لا عليه الحشا تاعي غادي نزيد منه شويه ونعطيهم، وهذه هي خير من يشرو من تاع برا. هنايا قطعت بصله كامله قطعتها بتي كارو كما راكم تشوفوا، درتها في المقلاة ودرتها خليتها تقلى مليح. قولوا لي صحباتي كاش تحواس كاش بحوراس يعني كاش ما بحرتو، قولوا لي كيفاش راكم تفوتوا في ايامكم روتيناتكم يعني. وقولوا لي اذا تبغوا لي فيديو طوال كيما هذا ولا تبغوا فيديو قصار، يعني باش ندير حساباتي. كيما هذا الفيديو راه فيه 24 دقيقه، نتمنى ما يكونش طويل عليكم وتنجموا تكملوه كامل. واذا كان طويل خبروني في لي كومونتير باش نحضر نقسم لكم الروتين تاعي الى زعما زوج تاع لي فيديو، ندير لكم هكا 15 دقيقه ولا. قولوا لي في لي كومونتير باش نعرف كيفاش نتصرف وكيفاش يعني نحط لكم لي فيديو. انا جبت الدنجال ثاني قلعت له هذوك القشور وقطعته كيما هكا شرائح، يعني ما هم غلاط ما هم رقيق، ترقيهم بزاف ينحرقوا لك ولا تغلضيهم ما يطيبوش من الداخل. يعني بغيت ندير واحد الوصفه خفيفه، اذا عجبتكم جربوها لما لا. يعني راه كاين دنجال وما يعني ماش مكلفه بزاف، شويه فيونداشي وشويه دنجال وانتي درتي وصفه عشاء يعني بنينه بزاف. هنايا ستفتهم كيما هكا، درت عليهم الملح والحبه كحله. اذا عندك كرويه ديروا شويه تاع الكرويه رشوا بشويه. انا ما كانتش متواجده عندي درت غير الملح والفلفل الاسود وحطيتهم بجهه. هنايا كي روحت طليت على ديك البصل لقيته تكرمل، ضفت عليه الفيونداشي اولا انا درت البولي اشي. كيما راكم تشوفوا كميه تاع الشحم اللي راهي فيه، يعني حسبي الله ونعم الوكيل اللي راهم يزيدوا في الميزان بالعاني على القليل. والله العظيم دوك تشوفوا كي حليتها من بعدها قداش لقيت هذاك اللحم وشحال. يعني ما درتش الزيت بزاف، ولات هذيك المقله كامل غير شحم. يعني والله راني نقول لكم من لا فيديو يعني قهمتنا تاكلي حبه صاي ما تزيديش هذوك الشحومات. يعني والله حسبي الله ونعم الوكيل، واحد يبغي يشري شويه دجاج مطحون يلقى روحه شاري الشحم اكثر من الدجاج، واللي يغشوا في الميزان بزاف وما على بالهمش باللي
هذاك الغش تاع الميزان راهو اصعب بزاف عند ربي سبحانه، وعنده حساب كبير بزاف عند ربي سبحانه. هذه غير الاخره ما هي الا لهو ولعب، يعني لازم نكيكو بعضياتنا نشوفوا لي الشحم، يعني طريقه يعني كميه رهيبه بزاف. بعد ما درت لي زيبيس اكيد قلعت هذاك الشحم، يعني كنا نورمالمون نقلعه قدامنا ندير لي زيبيس. انا كي قلعته وقعدت نشوف كيما قعدت نقول لا، قلت هذا راه كميه كبيره لازم نقلع. درت شوي قلت لكم لي زيبيس تاع التوابل الدجاج وكركم فلفل اسود والملح، وكما شفتوا قلعت هذاك الكميه ومازال يخرج في هذاك الشحم. وضفت عليه ديك الطوماطيس اللي درناها مع الثوم وخليتهم يتجمروا مليح. بعد كي قليت هذاك الدنجال رميتها في الفرينه ونفضوها من هذاك الزائد وقليتها يعني كامل كما راكم تشوفوا. اهم شيء نفضوا هذيك الفرينه الزايد، يعني ما تخلوش يرفد بزاف. يعني في هذا الفيديو صحاباتي حسيت روحي هدرت بزاف، ما رانيش عارفه كيما راني نقول لكم، راني كل شويه نقول لكم ان شاء الله نكون خفيفه على قلبكم. كيما شفتوا هنا جبت غامكه صغير اللي عندي ودرت فيه فرomاج، يعني كان عندي فرماج مثلثات وشويه فرماج رابي، وزدت له الفيون طاشي من الفوق وبلعتها بنص حبه. يعني كان هاد لي غامكه تاعي صغار، يعني قلت باش نكملوهم، يعني تاني جداتي وماما ما ياكلوش بزاف، وحنايا تاني في الصيف ما راناش كاع ناكلوا. قولوا لي نتوما اذا راكم تاكلوا. انا يكون عليا يعني ندير شويه فخوي، ناكل شويه فخوي بتسيخ ولا دلاع. يعني وانا صراحه من محبي البتسيخ بزاف، ماشي كيما الدلاع، يعني ناكل شويه ونرقد، هذاك هو الصح. هنا درت مغرف كبيره تاع دهان ومغرف كبيره تاع فرينه وبديت نخلط وضفت عليهم من الحليب باش ندير بيشاميل خفيفه. هنا نورمالمون نخلط بالفوي، بصح كي وليت نخلط بالفوي خرطت لي كامل هاد المقله، والمقله تاعي هذه مليحه يعني ما تلصقش، خفتها تولي تلصق لي. ضفت هذيك البيشاميل من فوق هذوك الدنجال اللي درناه، وزدت له شويه فرماج رابي ودخلته يعني غير يتجمر، وهذاك الفرماج يذوب، ويعني دوك المكونات يدخلوا في بعضياتهم. يعني من ابن الوصفات اللي تنجموا ديروها بالدنجال هذه هي. وخلطت لهم شويه تاع السلطه، درت لهم في دي بورطمونجي يعني كما راكم تشوفوا. درت لهم هما يبغوا سلطه بزاف، انا خليت غير شويه لبنتي، هما يبغوا سلطه بزاف درتها لهم ليهم هما. يعني بصح في الاخير كي حطيت ذقت مع بنتي في هذاك الطبسي يعني كانت مره، السلطه كانت مره والله اعلم، يعني نورمالمون كانت مره مش عارف. درت لهم كما راكم تشوفوا شويه تاع سلطه وحطيت لهم في هذاك الطبسي بيشاميل اللي قعدت لي، هي درتها من تحت هذا الطبسي تاعنا وهذاك تاعهم، هذا تاعهم درت لهم 3 من هذوك وزدت لهم لي فخيت وغطيتها لهم وعطيت للزوج مباشره اديها لهم. وهنا شريت هاد لي دغا بغيت نوريهم لكم، يعني تاع المطارح هكا يجوا سامبل يعني تاع الصيف، درتهم في الصاله. انا عندي هذوم طارح تاع صوف ما راهمش تاع موس، ولا خفتهم غير يجوني كسار، ولكن مع المفاجاه الكبرى جاوني نيشان وجاو ما شاء الله، يعني هكا كتغيير، يعني ما همش غالين بزاف، ما عقلتش السعر تاعهم بصح ما راهمش غالين بزاف. انا هاد الصاله يعني ما راهيش مخدومه كما راكم تشوفوا، هاد الحيط اللي منا اونفاس ليهم يعني عاد فيه السيمه، يعني كنا باغي نبنوا وحبسنا قعد كل شيء كيما هو. فيه السيمه كما قلت لكم، حاطه تلفزيون تما والثقه يعني. والحمد لله شا قلت لكم صحاباتي، الواحد يرضى بشا عنده، يرضى بالقليل وباللي عنده. اللي عندك تسيا تاكدي باللي كاين اخر راه يقول يا ريت انا عندي كيما هاك. وفي الاخير قريت هذه الروايه تاع اللوحه تاع هبه اوشيش، واللي هي معروفه في الاخر اي فاميلي دي زيت، تكونوا كامل تعرفوها. هنا قالك لا يستطيع احد ركوب ظهرك الا اذا كنت منحنيا عفوا. واكيد يعني، وهذه هي الملخص تاع الروايه، وهذا هو روتين تاعي اليومي، والى الملتقى.